سليم أملاح شغف قوي بالقميص الوطني وإرادة تتحدى الصعاب لتشريفه والشرف بارتدائه. الزلزولي محترف بنادي أوساسونا الإسباني. وسام العرش درجة ضابط. عبد الصمد الزلزولي، إذا كان للطموح مرادف فالزلزول الشاب مرادفه، ويكاد اسمه يوازي فعله في الملاعب. محترف بنادي أنجي الفرنسي. وسام العرش درجة ضابط. سفيان بوفال، لن ينسى العالم رقصة بوفال رفقة والدته بعد الفوز على منتخب البرتغال، وهي ليست رقصة فرح بفوز كروي فقط. محترف بنادي الريال بياضوليد الإسباني، بل هي عنوان قيم إنسانية نبيلة. جواد اليميق. وسام العرش درجة ضابط. المدافع الشرس، جود وعطاء بلا حدود على أرضية الملعب. أسد متشرب بروح القتالية. محترف بنادي اف سي سيفيل الإسباني، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. يوسف نصيري، من تربى على أرض أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لن يرضى إلا بالنصر. سيد أشرف داري، محترف بنادي ستاد بغيست الفرنسي. وسام العرش درجة ضابط. أشرف داري، مسار مشرف وموهبة كروية لبت نداء الواجب الوطني. سيد وليد شديرة، محترف بنادي باري الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وليد شديرة، مهاجم المنتخب الوطني، فخر واعتزاز بالقميص الوطني وجهد تلو جهد، فالمطلب عزيز وجسر العبور إليه مليء بالمطبات. سيد أحمد رضا التقناوتي، محترف بنادي الوداد البيضاوي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. أحمد رضا التقناوتي، حارس بمؤهلات عالية، فالأرضية التي أنبتته هي أرضية أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. محترف بنادي جانك البلجيكي. وسام العرش درجة ضابط. بلال خنوس، صغير في عمره كبير في وطنيته، عملاق في حلمه، أخلاق الكبار وعزيمة الشباب. بدر بانون، محترف بنادي قطر الرياضي. وسام العرش درجة ضابط. بدر بانون، احترافيته وأخلاقه العالية وقود وطنيته التي يضخها قلبه النابض بحب الوطن. محترف بنادي الوداد البيضاوي. وسام العرش من درجة ضابط. يحيى عطية الله الإدريسي، لأن الهدف واحد وقبله الحلم واحد، فإن الموعد أصبح واحد أيضا، وعلى أرض واحدة تجسدت الإرادات. أخيرا السيد يحيى جبران، محترف بنادي الوداد البيضاوي. وسام العرش درجة ضابط. يحيى جبران، من كل المشارب الكروية تشربوا، والتحمت الخبرة بالخبرة، وزادت الإرادة الكتيبة قوة، فالتألق أبدا لم يكن صدفة، هو عمل شاق ومسار طويل، لكن بنفس الإصرار والتحدي تحقق ما كان يبدو مستحيلا. استقبال ملكي سامي يخصص لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، وجلالة الملك حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصورة للتاريخ، تاريخ مجيد حافل بالبطولات، إنجاز تاريخي عظيم حققته النخبة الوطنية خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2000.